السلام عليكم، اهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله يا ربي، وتكونوا في احوال جيده. كنتمنى تكونوا كدوزوا الاوقات ديالكم على خير وبخير. كنبغي نشكركم بزاف بزاف، وكنشكر كنبغي نرحب هكا بالناس الجداد اللي انضموا عندي للقناه. كنشكركم وحده وحده وشكرا لكم بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم بغرير الصراحه كيجي زوين بزاف، والاهم انه بدون اختمار بمقادير جد مضبوطه، كيوجد في وقت قصير بزاف. غير نخلطوه مباشرة نبداو كنطيبوه فيه، والاهم انه كيف ما قلت لكم ناجح 100%. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتفيدكم. ما تنساوش تخليو لي لايك وكومونتير زوين بحالكم، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وغادي ندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا في بول خديت كاس ونص ديال السميده الرقيقه ديال الحرشه. من الاحسن ديروا سميده رقيقه ديال الحرشه، ويمكن لكم تعوضوا حتى بالفينو الا ما كانش عندكم السميده. صافي هنايا كناخذ معلقه كبيره ديال الفورس. صراحه كتساعدنا هكا باش بغير ينجح معاكم. وعندي شويه ديال الملحه ضروري على حسب الذوق، راكم عارفين نتوما كتحكموا في الملحه. وعندي شويه ديال سكر سنيده غير باش كيساعدنا على بغرير باش كيتحمر. يمكن لكم تقدروا تعوضوا هكا بشويه ديال العسل، ولا تستغناو عليها كاع زعما ما ديروهاش، ما ديروش العسل. صافي هنا كما كتشوفوا معايا درت معلقه مع مرش ديال الخميره الفوريه. صافي هنايا كنبقى كنخلط دوك المكونات اللي درت، يعني حتى ينسجموا لنا هكا العناصر كلها، غير باش ما يلصقناش داكشي هكاك في المولينكس من نكونوا كنطحنوه. وهنايا غادي نحتاج خماره. الخماره ما غاديش نديرها هنايا دابا في الاول، غادي نديرها حتى للاخر. المهم غير تبعوا معايا حتى لاخر الفيديو غادي تفهموا كلشي ان شاء الله. صافي هنايا غادي نحتاج 2 كيسان ديال الماء عادي غير من الروبيني، يعني ماشي سخون ولا دافي. من الاحسن يكون غير عادي هكا من الروبيني باش ما يخسر لكمش هكا من تكونوا كطحنوه. صافي هنايا كنخلطهم هكا شويه، وعاد كنديرو في المولينكس كيف ما قلت لكم. هاد المرحله هذه غير باش كتساعدنا باش ما يبقى لناش المكونات ديالنا في قاع ديال المولينكس. صافي هنايا كنبدا كنطحن مزيان. ضروري الا بغيتو ينجح معكم بغرير ضروري خصو يتطحن مزيان مزيان. يعني الا ما طحنتوش مزيان راه ما غاديش ينجح معكم. يعني ضروري من هذه المرحله هذه تطحن مزيان حتى كيبانوا دوك الفقاعات. عاد كنزيدوا الخماره وكنطحنوا مزيان. المهم غير تبعوا معايا ان شاء الله. كنتمنى انه زعما ينال الاعجاب ديالكم ويجيكم ساهل. غير الا تبعتوا هذه المراحل هذه راه غادي ينجح معكم 100%. صافي هنايا من بعد ما طحنتو هكا غادي نزيد ساشيه ديال الخماره. ضروري تخليوها حتى للمرحله الاخيره، ضروري تخليوها حتى للتالي. عاد كطحنوا عاوتاني مزيان، ما تحبسوش كاع من الطحين. المهم راكم عارفين كتبقاو طحنوا تحبسوا شويه باش ما تخسر لكمش في المولينكس ديالكم. ولا الا كان عندكم بغا ميكسور حتى هي يمكن لكم حتى هي من الاحسن زعما حتى هي كتساعد على الطحين. صافي هنايا ما كان ساليت الطحين ديالي. كنصب الخليط في هذا البول، نفس البول اللي خلطت فيه. هانتوما شوفوا معايا باش كتعرفوا البغرير ديالي ناجح. هانتوما كتشوفوا الفقاعات من الفوق، يعني هنا راه ناجح وغادي يصدق معكم 100%. غير تبعوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير من الاول حتى الاخر. وصافي هنايا هانتوما شوفوا القوام ديالو كيفاش خصو يجي. يعني ما خصوش يكون ثقيل وما خصوش يكون خفيف، يعني يكون ما بين وبين. هانتوما راني طلعت لكم هكا بالمغرف وشفتوا كيفاش خصو يكون. صافي هنايا غادي نبدا كنطيب. خديت المقله ديال البغرير، المهم ماشي مقله هكا ما تكونش كتلصق. وكندير انا هنا عندي غير مقله صغير، صراحه كيعجبوني هكا صغار. صافي كنبدا كنحط البغرير ديالي. هانتوما كتشوفوا كيبدا كيتثقب شويه عليه. وانتوما في كل مرحله يعني ملي كتحسوا بالمقله ديالكم سخنات كتبردوها بالماء. من الاحسن تبردوا من القاع ديالها من التحت باش تبرد لكم. اولا ديروا طريقه واحده اخرى، غادي تاخذوا منديل هكا، شي منديل هكا يكون فازك، وغادي تبقاو دوزوا هكا على المقله. غير الاساس من هذه المرحله هذه غير باش تبرد لنا المقله، ما تبقاش سخونه وينجح معنا البغرير ديالنا. هانتوما شوفوا معايا كيجي زوين تبارك الله، كيجي مخرج. كيجيو هانتوما يعني كله كيتثقب، ما كيبقاش هكاك بحال العجينه. بغيت نقول لكم زعما ملي تكونوا كطيبوا البغرير ديالكم تكون العافيه تكون مجهده، تكون عاليه، ما تكونش قليله ولا متوسطه.
ديك الساعه راه ما غاديش ينجح معاكم بغرير. من الاحسن تكون النار عاليه باش دغيا هكا كيتثقب معاكم. ونحاولوا ما نديروش بزاف هكا في المغرف. من تكونوا كتهزوا هكا الخليط ما ديروش هكا في المغرف بزاف، باش ما يجيكمش ثقيل وما يجيكمش هكا بحال معجن، تجيكم هكا البغريره ديالكم خفيفه. هانتوما نعاودت معكم واحده اخرى، الصراحه كيجي زوين وكيجي لذيذ هكا بالسميده. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم خليو لي واحد التعليق يكون زوين بحالكم، وكنشكركم بزاف. هانتوما شوفوا معايا كيجي خفيف ورطب. وشكرا لكم بزاف. فيديو القادم ان شاء الله.